السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة صلى على النبي واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك جميل بتاعك ويلا بينا. بلاش صياح، بلاش صياح يا اسطى، بلاش صياح يا حب. عارف ان انا غبت، وغبتي كانت غيبة طويلة قوي، بقالي 12 13 يوم، وانا ورايا امتحان بكرة على فكرة، والله بصور لكم الفيديو. تمام. بصوا بقى، انا اسف. فكرة الفيديو بقى النهارده تبقى فكرة مش عارف هل هتبقى عادية حلوة وحشة ولا ايه، لان انا اول مرة في حياتي اعملها. ان انا هطلب من الذكاء الاصطناعي ان هو يعمل لي حساسية بدون جيروسكوب، واعرفكم ازاي الطريقة، واعرفكم ازاي تعملوها عشان لو حابين تعملوها وكده. جيروسكوب بتاع كده، انتوا فاهمين يعني. طيب ماشي يعني. سيبك بقى من بابجي نزلت تحديث جديد، وان بابجي ما نزلتش بتنجان انتوا فاهمين يعني، ها. بص انا غايب لاني ما كنت مهتم غبت شويه، وبعد كده اهتميت، فتحت تيك توك، اهتميت بالمحتوى الجديد بتاع رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يعني المفروض كنت انزل لكم اول يوم رمضان فيديو عن التعرف بجد، او عن فيكتور الخنزير خالصة، بس يعني ما جاتش معايا، ما نزلتهاش، ما حبيتهاش وكده، مع اني مصورت الفيديوهات وكله، بس مسحتها تاني. طيب، نخش نتكلم الذكاء الاصطناعي، واعرفكم ايه هو افضل ذكاء اصطناعي، وهنجيلكوا تاني على طول. طبعا بخش على جوجل بلاي او اب ستور، تمام، يعني اي حاجة اللي عندك يعني، تمام. وبنكتب شات جي بي تي. انا محمله طبعا، ده اروع حاجه شفتها في التاريخ والله، افضل ذكاء اصطناعي في العالم كله. تمام. نكتب هنا اي حاجه، شوف انت مسميه ايه، فانا بقول له يا شات. مش وقته. A few moments later. عمال يسالني. انا فاتح فيديو، طالب منك حساسيه. بصوا بقى، هتكتبوا له هنا انتوا بتلعبوا بتليفون ايه، وعايزين حساسيه ايه وبتاع ايه. بص انا عايز حساسيه 40 فريم. انا عايز حساسية 40 فريم، وبلعب 4 صوابع. عايز الحساسية مسافات بعيدة وقريبة، والتليفون سامسونج جالاكسي A13. ودي وانت بتلعب 4 صوابع من غير جيروسكوب على كتبت ملفات بلا مسافات. هو كمان كتب ملفات. بصوا، لتحريك الشاشة بدون ضغط على زر إطلاق. المنظور الشخص الثالث بدون سكوب 120. منظور الشخص الثالث. المنظور الشخص الأول 110. الريد دوت أو الهولو أو منظار الليزر 60. سكوب 2 45. سكوب 3 35. سكوب 4 25. سكوب 6 18. سكوب 10 سكوب 8 10. أساس إطلاق النار EDS. ده ال EDS. منظور الشخص الثالث بدون سكوب 115 105 55 40 30 22 15 8. حساسية الكاميرا الحرة لتحريك الكاميرا أثناء الجري أو القيادة 150. منظور الشخص الأول 140. منظار 110. دي يا جدعان الحساسية التلاتة اللي تحت دول هم آخر حاجة خالص. نصائح إضافية: لو حسيت إن الشاشة بطيئة زود حساسية شوية، ولو سريعة قللها. جرب الحساسية في التدريب قبل ما تستخدمها في مباريات رسمية. جربها وقولي لو محتاج أي تعديل. بناخد دول نسخ كده.
تمام. انا هخش اللعبة وافضل اخدهم واحدة واحدة او اشغل فيديو يعني، بس انا اسهل لي ان انا اسخن كلها وده نعملها بقى. تمام، خش اللعبة وندور تاني. ورجعنا لكم يا حبايبي. بصوا بقى، نخش نظبطها واحدة واحدة. فاحنا هناخد وقت، والله هناخد وقت، بس فداكوا يعني. استنى يا كوب، استنى يا اسطى، هيبعتلي تاني بس مش مشكلة. هنجيب الحاجات دي ونرجع لكم تاني على طول يعني. نكتب كل حاجة وهنرجع تاني، يلا. طيب رجعنا لكم وعملنا الحساسية، هي دي والله الحساسية، بس الله أعلم بقى، يا رب الحساسية بتاعتي ما تبصش. حمل ساعة التدريب وهنرجع لكم تاني يعني. بصوا، هي جامدة جامدة بس سريعة، بس يمكن هو عاملها لنا سريعة، فاهمين؟ أنا مش عارف أتحكم فيها لأنه مجربتش حساسية سريعة قبل كده، من غير ما نقللها. انتوا طبعا هتقولوا لي عشان بص، احنا لو شلنا ايدينا يرفع، بس انا لو انا اللي بثبت ايدي ده مش بالجايرو، بس سريعة سريعة قوي. تمام، احنا ممكن نقول له يبطئها، نقول له يا الحساسية جامدة بس نبطئها، نشوف هيقول لنا إيه. ده كده من غير ما احط له اي حاجات بتاعته. احنا يلا نحط له الحاجة بتاعته. طيب احنا ضفنا الاضافات بتاعته ونشوف هل هيبقى اجمد ولا هيبقى اعفن. اللعبة بتقطع. يا عمري، اقوى حساسية. طبعا انا مش عارف اشتغل حساسية لان اول مرة اجرب حساسية سريعة، والله اول مرة اجرب حساسية سريعة بمعنى الكلمة. شايفين؟ شوحة جيمنج يلا. الفيديو هينزل لكم بكرة عشان تبقوا عارفين. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. فيديو جميل، حساسية الله أكبر. تمام. عايز أقول لكم متنسوش اللي انتوا تصلوا على النبي، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وأحب أقول لكم
سلام.